أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. قرب اكتمال برامج الاحتفال الرسمي للاستقلال. اكتمالة الاستعدادات للاحتفال بالاستقلال في أستراليا ونيوزيلندا. تقديم مساعدة عينية لجمعية معاقي الحرب. ودعوة لتضافر الجهود لتقوية التعليم في مديرية كركبة. أهلا بكم. كشف مسؤول لجنة برنامج الاحتفال الرسمي لذكرى الاستقلال 22 السيد ناغاسي جبردنجل عن قرب اكتمال البرنامج. حفاش كتبلي سوون تدليا نكحفم سقبلي. وأوضح أن الاستعدادات لبرنامج الاحتفال الرسمي التي امتدت لأكثر من شهرين تشتمل على عروض طلابية وفقرات للرقص، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 2000 طالب من المرحلتين المتوسطة والثانوية ومنتسبي الدفعة 25 للخدمة الوطنية، إلى جانب مشاركة 40 من الأمهات وعدد كبير من الفنانين والفرق الفنية المختلفة. كما أفاد مسؤول تنسيق الموسيقى في العروض الطلابية والشبابية السيد شام قلآب إلى نصب شاشة عرض كبيرة لعكس مختلف الشعارات المقدمة في الاحتفال. ومن جهته أوضح عضو الورش الحكومي السيد تسفا ميكائيل تسفاي أن الاستعدادات الضخمة للاحتفال بذكرى الاستقلال على الوجه اللائق نتاج ثمرة تنسيق جهود مختلف الجهات المشاركة في العمل. أفاد رئيس لجنة تنسيق الاحتفالات في أستراليا ونيوزيلندا السيد ياسين عمر باكتمال استعداداتهم للاحتفال بذكرى الاستقلال 22 تحت شعار تصدينا درعنا والعمل عزتنا. وأضاف بأن الاحتفالات تشتمل أنشطة ثقافية ورياضية ومسابقات في الكتابة وبرامج خاصة للأطفال من خلال التنسيق مع جميع الجاليات واتحادات المرأة والشباب في البلدين. ودعا السيد ياسين الآباء للمشاركة مع أبنائهم في احتفالات هذا العام لكونه يهدف إلى نقل قيم التصدي الوطني إلى الأجيال الصاعدة. هذا وأشار مكتب القنصلية الإريترية العامة في أستراليا ونيوزيلندا أن احتفالات الاستقلال للعام الحالي ستقام في الفترة من 18 وحتى 25 في مدن بيرث، أدلايد، بريسبن، سيدني، أوكلاند وويلغدن. وفي غضون ذلك جدد الإريتريون المقيمون في مدن بيرز وسيدني وبريسبن تعهدهم لإنجاح كافة البرامج الوطنية خلال اجتماعات التصدي الوطنية الأخيرة التي عقدوها هناك. قدم فرع جمعية معاقي الحرب الإريترية بالسويد مساعدات عينية إلى جمعية معاقي الحرب الإريترية بقيمة 200 ألف يورو، وتشتمل المساعدات على مقاعد متحركة ومعدات فحص للعيون ونظارات طبية وأجهزة حواسيب وطابعات وكمية من المعدات المكتبية وغيرها من المواد الأخرى. وثمن رئيس جمعية معاقي الحرب الإريترية الأستاذ جبر برهان إياسو مساعدات فرع السويد المتواصلة منذ عام 1994، مشيرا إلى أن الفرع مكون من إريتريين مقيمين هناك متعاطفين مع الجمعية. وأضاف الأستاذ جبر برهان إلى تقديم الفرع مساعدات بقيمة 8 ملايين نقفة إلى جانب مساعدات عينية تقدر ب200 ألف نقفة سنويا للجمعية، موضحا بتشييد الفرع لمركز حاسوب للجمعية في مدينة مندفرة، وحث سيادته بقية الفروع للاقتداء به.
وأوضح الأستاذ جبر برهان بتقديم الجمعية للرعاية الصحية لأعضائها داخل البلاد إلى جانب تغطية نصف تكاليف العلاج في الخارج للأعضاء المحتاجين، مشيرا إلى أن المساعدات الحالية سيتم توزيعها على جميع أعضاء الجمعية في مختلف أقاليم البلاد. هذا ولجمعية معاقي الحرب الإريترية فروع في كل من السويد وألمانيا والنرويج وهولندا والدنمارك ومدينة أوكلاند الأمريكية. دعا مسؤول فرع وزارة التعليم بمديرية كركبة الأستاذ إبراهيم أكود إلى ضرورة وتعزيز جهود تقوية التعليم في المديرية، وأضاف بأهمية تكثيف الجهود الهادفة إلى نشر الخدمات التعليمية في جميع مناطق المديرية مقارنة بعدد السكان الكبير والرقعة الجغرافية الواسعة، مشيرا إلى وجود رياض أطفال ومدارس للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة. وكشف عن وجود خطط لتشييد مدارس في منطقتي أيتان وحرينيت، مضيفا بأن عدم وجود مدرسة ثانوية في المديرية يعرقل مسيرة تعليم البنات بصورة كبيرة، مستدركا بوجود فرص إكمال المرحلة الثانوية في مدرسة أصمات الداخلية. وفي الختام حث مسؤول فرع وزارة التعليم بمديرية كركبات الأستاذ إبراهيم أكود أولياء الأمور للاستفادة من فرص التعليم للأطفال الذين فاتتهم فرص التعليم، مشيرا إلى النتائج المشجعة المحققة في هذا المجال. يعمل سكان وأبناء منطقة دانديرا جنت بمديرية مندفرة بجهود كبيرة لحل أزمة مياه الشرب عبر توسعة وصيانة السد الحالي وتشييد حفير جديد من خلال جمع الأموال والعمل البدني في المشروع. وأوضحوا في تصريحاتهم لوكالة الأنباء الإريترية أن عدم استشارة خبراء في تشييد السد سابقا عرقل حجم سعتها للمياه، مما أدى إلى نضوب المياه في الآبار المحيطة بها، مشيرين إلى تطلعاتهم الحالية الكبيرة لتجاوز كل العقبات الماضية عبر مشاركة خبراء وزارة الزراعة في العمل الحالي. ومن جهته أوضح خبير الثروة الطبيعية بفرع وزارة الزراعة في مديرية مندفرة المهندس فاسيل كفلاي بأن الهدف من المشروع الذي تشارك فيه العديد من الآليات في صيانة السد ومساقط المياه في المنطقة، وحث السكان على تفعيل مشاركتهم في أنشطة تشييد المدرجات والحواجز المائية حول السد لضمان استمرارية خدماته ومنع تراكم الطمع عليه. فيما أشار كل من السادة تاديوس بهلبي وحسين محمد ياسين ونجستي مكنن إلى آمالهم الكبيرة في أن يحل العمل الحالي أزمة مياه الشرب في المنطقة في فصل الشتاء الجاف. وبدوره أوضح المشرف على العمل القس زكرياس جبرتنسائي بتشييد حفير جديد في المنطقة إلى جانب أنشطة صيانة السد القديم، مشيدا بمشاركة السكان الكبيرة في العمل. هذا وتبعد منطقة دانديرا جنت مسافة نحو 5 كيلومترات غرب مدينة مندفرة. دعا مدير إدارة ضواحي كوفرنيكو بمديرية موغولو السيد يعقوب رمضان السكان إلى أهمية حسن استقلال مؤسسات الخدمات الاجتماعية المنتشرة في المنطقة لتحسين مستوى معيشتهم. وأوضح خلال لقائهم بالسكان بجهود الدولة الكبيرة لتوفير الخدمات في جميع أنحاء البلاد، مضيفا إلى الدور الفعال لخدمات الصحة والتعليم ومياه الشرب النقية في تحسين معيشة المواطنين على نحو كبير. ومن جهته قال مسؤول قسم الخدمات الاجتماعية بإدارة إقليم القاش بركة السيد عبد الله الأمين تيتا بتلمس نتائج نشر الخدمات الاجتماعية في تغيير معيشة السكان، مشيرا إلى النتائج الجيدة لبرنامج الإصحاح البيئي العام المنفذ من قبل وزارة الصحة وشركائها. وبدوره دعا مسؤول وحدة الصحة البيئية بفرع وزارة الصحة في إقليم القاش بركة السيد عبد يعقوب السكان على تعزيز مشاركتهم في المحافظة على نظافة بيئتهم للقضاء على الأمراض المعدية، موضحا إلى مواصلة برنامج الصحة البيئية بصورة أوسع مستقبلا. هذا ويقطن إدارة ضواحي كوفرنيكو التي تتكون من قرى حامج وشامبي وكوفرنيكو وتمبرا تقطنها أكثر من 520 عائلة. أعلن سكان ضواحي غولا ومنتاي وألبو وغورسوب مواصلة أنشطة النفير التنموي التي يقومون بها.
وأوضح سكان غولا ومنتاي بمديرية منصورة بأن الأعمال التي قاموا بها من قبل لإخصاب أراضيهم الزراعية وتمهيدها حققت نتائج ملموسة، وأنهم يعملون هذا العام بشكل منظم حتى حلول موسم الأمطار. وذكرت السيدة ملء تحيلي المشاركة الفاعلة للسكان، مؤكدة تحسين تنظيمهم لإنجاح برامج التنمية عامة وأنشطة حماية التربة وحفظ المياه خاصة. وأشار السيد محمد نور إبراهيم والسيدة عائشة عثمان من ضاحية منتاي إلى المحصول الجيد سابقا من الأراضي التي مهدت، وأنهم سيعملون جاهدين لرفع الإنتاج الزراعي. كما يقوم سكان ألبو وغورسب بمديرية هيكوتا بنفير لإزالة أشجار المسكيت التي تعيق مرور السيارات وحماية التربة وحفظ المياه. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.